صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفيني. اهلا بيكي في قناة يوميات عقلية. هنبتدي كلامنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد اجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال، وتكون فيديوهاتي سهلة وخفيفة على قلوبكم. النهاردة يا ولاد هنعمل حاجة حلوة خالص. هنعمل رز بلبن. يا سلام! بصوا انا بعشق بقى الرز بلبن ده. سيبكوا انتوا بقى من المهلبية. انا مدمنة رز بلبن. حاجة كده بتطر على القلب وحاجة تحفة. بما ان بقى ايه الشتا داخل علينا، فانتوا هتلاقوني بعمل لكم حلويات كتير، مش حلويات قوي يعني، حاجات على قد كده. انا كنت عملت الرز بلبن ده قبل كده في القناة، وبما انكم بتكسلوا فهعمله لكم تاني عشان انتوا بس بتكسلوا تشوفوا الفيديوهات القديمة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة مش هحتاج رز بلبن اللي هو رز بس وسكر ولبن ونشا، لا انا هحط عليه شوية حاجات كده هتشوفوه. وطبعا كمان هقلب الموازين، ومش هحط بقى ايه جوز الهند وزبيب والحاجات دي. احنا عندنا هنا مش بناكلها اصلا، فتحسوا ان هي ايه يعني عدوة البيت عندنا، مش بدخلها على طول يعني. فين وفين كده عبال ما احط، عشان لو ايه لو حد اديت لحد طبق ولا حاجة يبقى فيها بقى زي ما هما بيحبوه. المهم عشان ما تتوهوش مني يعني. انا جبت يا ولاد الرز، والمره دي مش هقول لكم طحنوه، ولا هقول لكم حطوه في الميه يغلي الاول، ولا الحوارات دي كلها. انا جبت كوبايتين رز، الكوبايتين اللي هما كوبايتين صغيرين بتوع الشاي، او على حسب الكميه اللي انت بتحبيها في الرز بلبن. بس ما تبلغيش وما تحطيش كتير. انت بتعملي ايه؟ انا هغسل الرز، غسلت الرز اصلا يعني. انا هخلي الرز يستوي او يعجن او يعمل نفسه معجن. تمام. سويت الرز شويه، زودت له الميه يعني اكتر ما بسويه في العادي. زودت الرز شويه عشان تحسوا ان هو ايه مستوي جامد كده، او زي المعجن كده يعني. بس هو مبيبقاش معجن اوي. المهم ليه كده؟ عشان الرزات تبقى مستويه قوي ودايبه في البق كده، وحاجه اخر حلاوه. جبت اللبن بتاعي يا ولاد، انا عامله كيلو ونص. تمام. حطيته على النار، واول ما ابتدى يسخن وهيغلى كده قمت نازله عليه بالرز. طبعا زي ما قلت لكم، الرز على حسب الطرق اللي انت عايزاه. يعني عايزاه كتير عايزاه شويه، على حسب. انا حاطه كوبايتين رز للكيلو ونص لبن. تمام. اللي هو المج الصغير بتاع الشاي ده. وهحط السكر بقى على حسب الرغبه. السكر مش اقولك برضو يعني الكمية بتاعته ايه، عشان انا ما اقدرش اتحكم انت بتحبي السكر قد ايه. بس انا حاطه كوبايتين. تمام. حطيت سكر وظبطته وعرفت ان هو تمام. سبت يغلي السكر مع الرز مع اللبن. وجيت هنا بقى جبت كوبايتين برضو بالمج بتاع الشاي الصغير، كوبايتين مية. حطيت كيس لبن بودرة. تمام. وحطيت آه، كيس كريم شانتيه. ويا سلام لو عندك معلقه قشطه وحطيتيها مع اللبن والرز كده، بصوا هتخلي طعمها في حته تانية. سيبكوا بقى من ابو لبن ومش عارفه مين، وخليكوا بقى ايه في الطريقه الحلوه دي. الطريقه دي سهله يا ولاد زي ما قلت لكم. يعني انت كده حاطه نشا. بمناسبه النشا يا ولاد، انا بحط لكل كوبايه اللبن معلقه نشا. تمام. في المهلبية العادية. انما هنا يعني بقلل المعلقة عشان الرز فيه نشا برضو. حطيت الفانيليا. تمام. اول ما ابتدى الرز يغلى او اللبن او الرز بلبن كله، حطيت اخر حاجة عليه الفانيليا. وبعد كده نزلت بالخلطة اللي انا كنت عاملاها. بصوا اول ما نزلت بيها عشان انا مظبطه النشا، مسكت على طول وبقت بالشكل اللي انت شايفاه ده. بس ما تنزلهوش كله مره واحده ومن غير تقليب، عشان ما يكلكعش منك او يعمل كتل كده. تمام. زي ما قلت لكم الرز بلبن بتاعي رز مستوي شويه، ونزلت عليه بكيلو ونص لبن. وبعدين نزلت عليه بكوبايتين سكر او على حسب الرغبه. ولما ابتدى يغلى حطيت ورقتين فانيليا او معلقتين فانيليا. تمام. جبت بولة على جنب كده وحطيت فيها كوبايتين مية، وحطيت 7 كوبايات 7 معالق نشا، عشان اللبن بتاعي كان 8 كوبايات فحطيت 7.
تمام. وحطيت كيس كريم شانتيه، وحطيت كيس لبن بودرة. تمام. وقلبته كله في بعضه كده، ونزلت عليه على الرز بلبن. بس كده يا ولاد، زي ما انتم شايفين طلع كريمي وطعمه تحفة وشكله جميل. جبت طبعا جبت الاطباق بتاعت ديت من النيش، بس هو حد يقول لهم لحسن بصوا هتنفخنا كلنا. بصي اي حاجه عندك، اي اطباق، يعني انا شكلت لك اهوت في اطباق مختلفه، او اي بوله او اي حاجه عندك، يعني مفيش مشكله. جبت كام طبق كده من النيش اللي هو بتاع الطقم الصيني يا ولاد. وكان عندي اطباق الفيل ديت بتاعه اللانشون، كل ما اجيب لانشون فبعين الطبق بتاعه. وكمان كان عندي 2 بوله كده هم اللي فاضلين من اللطم بتاعتهم، فحطيتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكيلو ونص لبن عمل لي الكميه اللي انتوا شايفينها دي. وممكن كمان تبقى اكتر من كده لو كنت صغرت الاطباق، او خليت الاطباق في اللي زي اللي موجوده دي، هتعمل معاك كميه حلوه. انت بقى عايزه تحطي على الوش اللي انت عايزاه، عايزه تحطي مكسرات، عايزه تحطي زبيب وجوز الهند، عايزه تحطي شوكولاته زي اللي انا جايباها دي. على فكره دي اسمها شوكولاته شيبس من عند اي عطار. جايبه ب5 جنيه، ب5 جنيه، مش فلوس يعني، ومش حوار. او ممكن تحطها في اطباق من اللي بتتحط في الفرن، وهتحمري وشها، وهيبقى احلى رز بلبن تاكليه. جربي الطريقه، وما تنسيش تعملي لي لايك وكومنت حلو كده عشان تشجعوني يا حلوين. وما جربوا الطريقه، ما تنسوش. بشكركم، ومع الف سلامه.